سلام عليكم فانيلياتي. تعالوا النهاردة نشوف حل عملي لو التورتة عملت معاكي فراغات هوا وانتي شغالة ازاي تحليها. وعلى فكرة ده الحل العملي الوحيد عن تجربة بعد 9 سنين شغل في الكريمة. تعالوا نشوف الدنيا فيها ايه النهاردة. انا هنا ضربت الكريمة كانت متماسكة معايا بيرفكت البيرفكت، يعني مفيش تماسك احلى من كده. كل الفكرة بس ان انا سبتها دقيقتين كنت بجهز فيهم بس كيس الحلواني. حطيتهم في كيس الحلواني وابتديت ان انا اغلف كالعادة خالص، فرتب الاسباتيولا، فردت من الجنب، بدأت تطلع معايا فراغات هوا. كدبت عيني في الاول وقلت لا ان شاء الله اكيد اول ما امسك السكرابر واشد الدنيا هتظبط معايا، بس للاسف ما حصلش. كل ما كنت بسحب بالسكرابر كل ما كان بيطلع معايا فراغات هوا اكتر. فاللي هو خلاص ما تحاوليش فيها، دي كده اخرها. ولو فضلتي تسحبي من هنا لبكره الصبح مش هيحصل غير زياده فراغات هوا، وكمان هتطولي مده التجليس فالكريمه هتسيح معاكي. الحل الوحيد انك تمسكي السكرابر وتشيلي الكريمه. وطبعا بفكركم انكم تشتركوا وتتفاعلوا باللايك والمشاركه، لان ده بيخلي اليوتيوب يفهم اهتماماتكم ويعرض لكم الفيديوهات المهمه ليكم وقت ما تحتاجوها. ما عندكيش حل تاني غير ده. هتشيلي الكريمه بس مش هتوصلي للجزء بتاع فتافيت الكيك او الحشو. هرجع كمان الكريمه اللي في الكيس وهبتدي امسك السباتيولا واضربها كويس قوي بايديا من تحت لفوق من تحت لفوق وبسرعه قوي قوي قوي، علشان خاطر انعم اي فراغات هوا معايا واخرج كل المساميه من الكريمه واخليها كريمه بس مش كريمه زائد فراغات هوا، لغايه لما اشوفها ناعمه كده معايا. شفتها ناعمه هرجع اشتغل تاني. دلوقتي همسك السكرابر وهشيل كل الكريمه القديمه دي، مش هستخدمها، هسيبها بقى احطها في حشو اي حكايه تانية. بس ما ينفعش احط الكريمه الكويسه على الكريمه اللي فيها فراغات هوا، لان لما هسحب بالسكرابر هلاقي الاتنين اختلطوا ببعض وابقى انا كده ما حلتش المشكله. ابتديت بقى امسك الاسباتيولا وافرد كده. تعالوا نجرب مع بعض ونشوف ناعمه ولا لسه فيها فراغات هوا. ما شاء الله بقت ناعمه والطف بكتير، واظن الصوره باينه قوي. يعني لو شفتي الفرق بين الصورتين، الصوره اللي فيها فراغات هوا والصوره بتاعت نعومه الكريمه بعد ما ضربتها معاكي بالاسباتيولا، هتحسي بالفرق قد ايه. طبعا ده هو الحل الوحيد لعلاج فراغات الهوا. فردت الكريمه كويس بالاسباتيولا من تحت ومن فوق عشان خاطر يعني اخد اكتر شكل ناعم. انتي ما خسرتيش غير جزء صغير قوي، ده اللي هتستخدميه في اي حشو بعد كده، انما الكريمه الاساسيه عرفتي تحافظي عليها. لو وصلتي للجزء ده من الفيديو اوعي تنسي اللايك، اوعي تنسي الشير، اوعي تنسي ان احنا مقاطعين. صباحك دايما زي الفل.